بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ رجعت لكم اليوم بفيديو جديد، فيديو على السريع. اليوم راح اسوي شغلات يعني اللي ياخذهن زوجي وياه للدوام. هنا عندي هذا اللحم، طبعا بالبداية غسلته كل زين، والنوب بس فار شوية صفيته ورديت النوب، حطيت له ماي مرة ثانية ورا غار، وخليت البصل عليه يحمس. هنا عندي التمن طبخته من وقت وبردته، والنوب حطيت عليه نشا وعجنته كل زين، عجنته بيدي. هنا رجعت للحشو، حمست البصل واللحم، خليت عليه البهارات، اي بهارات عندكم تردون تخلونه خلون، مثل نومي بصرة، بهارات صفرة، بهارات كركم، هذا كاري، بهارات كبة، ملح، ماجي هم خليته انا عادي، يصير طعمه كلش طيب وتروح الزفرة من اللحم. وعندي كرفس هم ثرمته نزلت عليه بالاخير من طفت الطباخ. هنا قعدت الف، طفت الكهرباء. هنا ابني فاتح الفلاش ويصور لي بين ما انا الف كم كوباية واصورهن لكم. وهذا التمن عجنته كل زين، عجن يعني بيدي، ما عندي انا هاي المثرامة مالت اللحم حتى عجنة بيها يعني تثرم وإلي يسوي. ناعم عجنته بيدي كل زين، حتى التمناية يعني راحت، ما ظلت حبة مال التمن موجودة بالكوباية. راد من عندي 40 كوباية، سويت 40، والزايد هسه تشوفونه قليته انه بالعشاء. صارت كبة كلش طيبة ومقرمشة، لان حطيت لها نشا، ما خليت بوتيتا تصير ما ادري شلونها مو طيبة، فخليت نشا كلش هواي وعجنتها. وهاي اول كوباية، راح اسوي بعد كم وحدة واوقف التصوير. ما اريد الفيديو عودي ما اريد يصير كلش طويل. وهاي لفيت كم كوباية، وهسه راح اكمل نلف الكبة كلها ونوب اقلي نعش. هنا لفيتهن، صارن طبعا 44 كوباية، قليت الأربعة إنه للعشاء، وهذني صارن فارغات هم قليتهن إنه هم طيبات مكسبات صار. وراح أحضر عشانه، وهن بين ما النوب خليتهم بالفريز. جبت هاي الماعين السفري ولفيتهم بالشيس هذا الغذائي نايلون، وجمدتهن ليلتين قبل لا يروح للدوام. بين ما يتقلن راح احضر صينيتنا مال العشاء. هنا قلن وصارن محمصات كلش طيبات ومكسب هيجي نوكل حتى فارغ بدون يعني خبز لو صمون. قلي ذنيتهن مالتين الفارغات هم كلش طيبات، يحبون هنا، انا ولدي كلش يحبون هذاك الفارغ لانه مكسب. وهذني هن الأربعة وما أكلوهن كلهن. أنا كنت مسوية ويا عندي كباب مال سوق، يعني خير ونعمة الحمد لله والشكر. قصصت خيار وطماطة وشاي، الحمد لله على النعمة. وهاي وعندي هذا الكباب شفتوه هسه بالصينية، كان مال يعني قبل ليلة جمدته ورديت النوب قليته مرة ثانية حميته. وهذا صار عشانه والحمد لله والشكر على النعمة. هنا أنا شوفوا هاي معين السفري، ولفيت النوب بالنايلون، صارن 40 كوباية، صارن 6 معين. جمدتهن ليلتين بالثلاجة فوق بالفريز. النوب من راد يروح الصبح حطيتهن إلى بشيس وتيبتهن. هنا راح اسوي لها مكليجة. هنا عندي كيلو من الطحين، خليت خاشوقتين من الحليب، خاشوقتين من الشكر، شوية هيل ما ردتها تصير سودة، وظرف بيكنج باودر بس. وراح اخلط هاي المواد الجافة بس، اخليها كلش هواي تصير العجينة سودة. وعندي شوية دهن جنة ونص قالب زبد، وكملت شوي زيت. هذا
الدهن. طبعا موعته. هاي الحشوة سويتها من البداية التمر، فلسته وعجنته بزبد وخليت عليه جوز وهيل، والسمسم والمبروش هم خليت عليه هذا شكر، وانه خليت عليه قطرات ماي شلون يصير يعني هيك يتماسك ببطن العجينة بعدين حتى ما يتطشر. هنا فتفتتها بالدهن، وراح انه خليت ماي بالقوطية وراح اعجنها. طبعا العجينة ما خليت لها شكر هواي لان ذاك الحشوات هو التمر حلو، والسمسم والمبروش خليت عليه شكر وهم راح يصير حلو. راح اعجن العجينة. طبعا عجنتها قبل الغداء وارتاحت، ظلت تقريبا بين ما تغدينا وخلصنا يمكن ساعة ساعة ونص، بس صارت عجينة كلش طرية وكلش هيجي حلوة، يعني من تجون تلفونها وتطبعونها كلش حلوة، يعني من قد ما مرتاحة. هنا بس دفته وانه قعدت بالقاع اعجنه. عجنته تقريبا مدة 10 دقائق هيك ظليت اعجن بيه، بعد ماي توقفت بعد ما خليته. هنا شوفوا صارت عجينة لينة وحلوة وما تلزق باليد. هنا بين ما انه قمنا تغدينا وخلصنا، خلصت الماعين ورجعت انه بشتغل بيها. طبعا ما طلعت اللف ماله لان انا مصورة فيديوهات يعني كلش هواي، بس هيجي باختصار. وهنا خلصتها. هذا الكيلو صار ترس حافظة كلش كبيرة. وسويت له وراها هم سويت له هم كيكة. هاي الكيكة ام الكيكة هو كلش يحبها، وخليت بالقاعدة مال القالب سمسم ونزلت الحشو عليها. صارت كلش حلوة وهشة يعني. أتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ما تبخلون علينا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، واكون ممنونة من عندكم. شوفوا هاي ام المبروش كلش حلوة، متقبل صارت الكليج. هسه راح اصور لكم الكيكة. خليت ببطنها كاكاو. كل مرة اسوي شكل، مرة اخلي بيها صوص ياخذها وياه، مرة اخليه بس كاكاو. وهذا السمسم من جو ماروي. هنا واترككم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة، وباي باي.